المغاربة شيدوا جسر عملاق بكوت ديفوار. هذا الجسر اللي راكم تشوفوه من ورايا، هذا هو الموضوع الرئيسي اللي غادي نتكلموا عليه، بالإضافة إلى مواضيع هامة جدا أدرجتها ضمن البث المباشر لسهرة الليلة. تحية تقدير لكم جميعا سي هشام، بارك الله فيك. غادي نحكوا على أيمن عبد الرحمن، الوزير الأول نتاع العصابة اللي رسله تبون باش يدشن. ما عرفتش علاش تبون ما مشيتش اليوم، كملت دشنت هذاك المقطع. طبعا المشروع نتاع بوتفليقة كانوا يسموه مشروع القرن. إذا الصوت جيد، بارك الله فيكم. شكرا أخي سيدي بابا، تحية لك. إذا نجدد بكم الترحاب في هذا البث المباشر اللي قلت غادي نخصه للحديث على أولا مشروع على طريق السيار الشرق غرب. اليوم وأخيرا اليوم تم تدشين آخر مقطع متبقي من هذا الطريق الذي يمتد على مسافة 1216 كيلومتر. هذا الطريق المقطع اللي يسموه الذرعان بولاية الطرف، يعني من الذرعان إلى الحدود مع تونس على مسافة 84 كيلومتر. المشروع هذا نتاع الطريق السيار شرق غرب مشروع أولا بوتفليقة الذي أعطيت له الانطلاقة في سبتمبر 2006، يعني في العهدة الثانية نتاع الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وكان من المفروض أنه يكمل في 2011. يعني اليوم بعد 12 سنة حتى اليوم كملوا لا ديرنيير كما يقولوا آخر مقطع من هذا الطريق السيار. هو مشروع ضخم، لكن كان ضخما ماهوش فقط من حيث يعني المشروع من ناحية الجمالية نتاعو. صحيح أنه إنجاز كبير، لكن هذا المشروع أسيل حوله كثير من الحبر واعتبر فضيحة في نفس الوقت، لأن كان أغلى أوتوروت، أغلى طريق سيار في العالم من ناحية تكلفة الكيلومتر الواحد. يعني المشروع هذا اللي كان من المفروض أنه يكلف ما بين 7 ل 8 مليار دولار، كلف الخزينة نتاع الدولة 19 مليار دولار. نعم، أكثر من 11 مليون دولار، ولا أكثر، لا أعتقد، يعني لا نحسبوا 19 على 1216 يعني 1216 كيلومتر، راه تقريبا 15 مليون دولار على ما، يعني مانيش حاسبها مليح، ولكن المهم أكثر من 11 مليون دولار للكيلومتر الواحد. نعم، للكيلومتر الواحد. هذا المشروع الذي كان مشرف عليه الوزير نتاع الأشغال العمومية اللي راه في السجن عمار غول، واللي كانوا يمدحوا فيه وكانوا يقول لك بلي خدام. هذا المشروع هذا استهلك المليارات من الدولارات، ومازال ماشي غير هذا، يعني المقطع الاخير اللي دشنوه اليوم سيتادير كملوا، يعني مازال محطات ما كملوهمش. الكثير من الامور الفنيه ما زالت تنتظر يعني الانجاز ده في هذا الطريق السيار الشرق غرب اللي مشى دشن اليوم. وهنا نستغربوا علاش عبد المجيد ما مشاش يدشن. يعني عبد المجيد يبغي غير في القاعات ويمد لي كادو والتكريمات، بصح امور مثل هذه المتعلقه باللوجيستيك ما حضرش فيها. مشى ارسل الوزير الاول ايمن عبد الرحمن، مشى باش يدشن هذا المعلم. لكن هذا الرجل انا كنت حاسبه يفهم شويه وما يديرش كما يقولوا الاخطاء الفادحه اللي يديرها عبد المجيد تبون لما يتكلم مع الصحافه. انظروا واش قال
الوزير الاول نتاع نظام العسكر واش صرح اليوم؟ مئة واحد وأربعين ألف كيلومتر شبكة الطرق، منها 9000 كيلومتر من الطرق السريعة، 8068 من الطرق السريعة يعني لو مقارنة بالدول الجوار فدول الأربعة المحيطة بنا يعني لا تتعدى يعني شبكة الطرقات 100,000 كيلومتر. يعني لكم أن تتصوروا الفرق الشاسع الموجود بين شبكة الطرقات في الجزائر 141,600 كيلومتر أظن صح لي في الوزير، و9,000 من طرق سيارة بالمعايير الدولية. ونحن لما نقول 1500 يعني كيلومتر من الطرق السريعة الطرق السيارة فهي بالمعايير الدولية، وإضافة إلى الطرق السريعة فالكل يعطي يعني 9,000 كيلومتر، وهي مقدورات جيدة جدا يجب يعني التذكير بها في كل مرة والتذكير بالمجهودات التنموية التي تبذلها الدولة الجزائرية. راكم سمعتوا وش قال؟ اولا حتى صحح له الوزير ما فرقش ما بين الطريق السيار والطريق السريع لا فوا رابيد اي لوطوغوت. ثانيا وش قال واحد النقطه مهمه كان اشار اليها احد المتابعين ومن هنا المنبر نحييه في احدى التعليقات بالقناه عندما نشرت حول هذا التصريح نتاع الوزير الاول. قال الجزائر المحيطه بالاربع دول، 4 دول، وهنا اكيد قصد دول الاتحاد المغاربي اللي كان المفروض يكون الاتحاد المغاربي. يعني كاين 4 دول دايرين اللي هي تونس، ليبيا، موريتانيا والمغرب. يعني ماشي 5 دول، ماشي كما يقول نظامك بان كاين 6 دول في المنطقه، كاين 5. انطقها هو بلسانه، لانه هو اصلا ما يامنش باللي كاينه جمهوريه اسمها جمهوريه البوليزاريو. هو غير راه يدير في الخدمه نتاعه، واليوم بين باللي وهذا كلام تاع الوزير الاول باللي كاين 4 دول، يعني نستثنوا النيجر والمالي اللي في الجنوب، كاين 4 دول اللي يشكلوا مع الجزائر ما يسمى بالاتحاد اللي ما اتحدناش، يعني دول المغرب الكبير، لو غران مغرب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه عندما تكلم على 9,000 كيلومتر من الطريق السريع، هنا علامه استفهام. ونتمنى اذا كان قليل من الشفافيه ينشروا للمواطنين كيلومتر بار كيلومتر بالنسبه لكل ولايه، نقولوا لنا في كل ولايه شحال كاين من كيلومتر طريق سريع. لان يعني 9,000 كيلومتر من الطريق السريع قلت لكم عليها علامه استفهام. انا للامانه ماهوش الانسان اللي يكذب دون دليل، ما عنديش معطيات، لكن الرقم اثار استغرابي. 9,000 كيلومتر من الطريق السريع، هذه خاصها ان تشيكينغ، اون انفستيغاسيون، تحقيق. اعترف باللي كاين طريق 1500 كيلومتر الطريق السريع، وهذا معناه ان الجزائر بالنسبه لطول شبكه الطرق على مستوى شمال افريقيا تاتي في المركز الثاني طول. مانيش نتكلموا على الجوده، دوك ننتقلوا للجوده. لان المغرب عنده 1800 كيلومتر طريق سيار، مش طريق سريع، 1800 كيلومتر طريق سيار. ويتم حاليا انجاز ما بين تيزنيت والقرقرات ولا تيزنيت والداخله طريق سريع ب 1050 كيلومتر. اما يا سي ايمن عبد الرحمن من ناحيه جوده الطرق ما تكلمتش، من ناحيه جوده الطرق ما تكلمتش، وما تكلمتش من ناحيه كلفه هذا المشروع. ما قلتش باللي شحال كلف هذا المشروع. المفروض انك تصارح الراي العام باللي المشروع هذا شحال كلف الخزينه العموميه. ما تكلمتش، ما قلتش بان هذا المشروع هو الذي يعتبر الاغلى كلفه من ناحيه الكيلومتر الواحد في العالم. هذه ما قلتهاش. كان جات الكلفه الاغلى يعني توازي الجوده والكثير الاخر نقولوا بالك، لكن هذا النظام فشل
في هذا المشروع رغم كل الامكانيات التي وفرت من اجل انجاز مشروع مثل هذا. جوده الطرق، الجزائر تتبوأ المركز الثالث على مستوى شمال افريقيا، وهذا ماهوش كلامي، هذا ماهوش كلامي يا ايمن عبد الرحمن، هذو لي ستاتيستيك انترناسيونال. وهنا نحيلكم الى هذا الانفوغراف جوده الطرق في يعني المنطقه العربيه، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط. انظروا بالنسبه لشمال افريقيا، المغرب يعني من افضل في العالم، ما بين الكات والست، ما بين الكات والست يعني التنقيط من افضل في العالم. المغرب الافضل من ناحيه جوده الطرق في منطقه شمال افريقيا. يعني المغرب رانا نحطوه الان مع دول مجلس التعاون الخليجي من ناحيه جوده الطرق. الجزائر، وهنا اللي ما تكلمتش يا سي ايمن عبد الرحمن على جوده الطرق في لقائك مع الصحافه، 3.5، يعني بين وبين، يعني خارجين من لا زون تاع الاسوء وما داخلينش لا زون تاع الافضل، يعني ما تتبوأش مكانه ممتازه. نفس الشيء يعني كاين واحد التقارب بينها وبين تونس وبين مصر. الاردن 4.1، السعوديه 4.8، الامارات 6.4، قطر 5.5، البحرين 5.1، الكويت 4.1، وعمان 5.5. دول مجلس التعاون الخليجي زائد الاردن والمغرب يمتلكون افضل شبكات طرق من ناحيه الجوده. كاين امر اخر اللي يخلي هذا النظام خاصه يحشم على روحه. يعني احنا 60 عام تاع استقلال تجاوبنا ولنا الطرقان لي شينوا، تجاوبنا ولنا الطرقان لي شينوا. وهنا نوريكم، نحيلكم الى هذه الصوره. انظروا هذه الصوره اليوم بهذاك المقطع، هما شناوه اللي قال لك ساهموا في الانجاز نتاع هذا المشروع. يعني احنا 60 سنه نتاع استقلال ما قدرناش نكونوا ولا تكون عندنا شركه اللي تبني الطرقان في بلادنا، ويسمي تبون احنا باللي قوه ضاربه وحنا رانا واصلين وكذا وكذا. قوه ضاربه بالهضره، قوه ضاربه بالهضره. في نفس اليوم اللي دشن فيه ايمن عبد الرحمن اخر مقطع، ونزيدكم واحد الحاجه، دشناه وعاودوا غلقوه. كما قلت لكم في نفس اليوم كوت ديفوار، كما راكم تشوفوا هذا الجسر اللي ورائي، تم الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار دشن كوكودي، جسر كوكودي بالعاصمه ابيجان، ومن انجاز شركه مغربيه. نعم، المغاربه يبنون الجسور والطرق بدول افريقيا. هذه هي لا فورس، سي سا لا بويسانس، هذه هي القوه. ماهوش انك نتايا عندك البترول والغاز وفاشل باش يكون عندك شركات يبنوا في البلاد وتتكلم على انك تحاول تتوغل في افريقيا. انظر الى المغاربه واش داروا. لكن قبل ما نتكلموا على الجسر الذي تم تدشينه اليوم بكوت ديفوار، شوفوا هذه الصوره نقلا عن صفحه فيسبوكيه من الطرف. قال لك دشنوه الصباح وغلقوه العشوه، يعني العشيه. غلق شطر الطريق السيار بعد عصر اليوم في نفس النقطه الكيلومتريه بالذرعان في ولايه الطارف، مكان حفل التدشين على يد الوزير الاول ايمن عبد الرحمن. يعني مشى جا غير دشن ومن بعد غلقوا الطريق امام المواطنين. غلقوا الطريق امام المواطنين كما راكم تشوفوا. جا دشن الصباح شيه بلعوا الطريق. وكان وهذه نخليكم مع هذا الفيديو عن نفس النقطة الكيلومترية التي كما غادي تشوفوا هنا تم غلق الطريق أمام المواطنين في المساء بعد تدشين كما راكم تشوفوا هنا. مقفولة الطريق. راكم تشوفوا غشي سنة. هذه العشية في المساء، يعني دشنوها في الصباح باش تعرفوا باللي هذا نظام غير جاد. مقفولة الطريق يعني المواطن يعاني مع هذا النظام هذا.
المواطن يعاني. مقفولة الطريق. هذه يعني كما قال يقول السي عبد المجيد، احنا رانا اون بويسونس. وين راك؟ واش من بويسونس؟ واش من بويسونس؟ كل شيء عندكم بالترقاع، كل شيء عندكم بالترقاع. جا منا دشن عشيه غلقتوا الطريق، ما دايرين دي ستاسيون اير دو روبو الي نورم، محطات استراحه الي نورم. يعني حلوا بعض المحطات، لكن اذا نجوا نقارنوها مع محطات الاستراحه اللي في المغرب لا مجال للمقارنه، لا مجال للمقارنه. صدقوني محطات الاستراحه اللي في المغرب، الواحد لما يسافر مثلا من وجده الى الرباط ثم الى مراكش، انا لم اجدها في اسبانيا. محطات الاستراحه من ناحيه الجوده اللي موجوده في المغرب ما تلقاهاش حتى في اسبانيا بكل صراحه. وبهذه المناسبه غادي نمشي نصور وننشر امام اللي كاين الناس ما يصدقوش، كاين الناس ما يصدقوش كيما واحد الذباب نتاعهم الالكتروني واش قال لك باللي انتم اللي في المغرب ما عندهمش جوده الطرق. ومنها خاصك تعرف ايها الذباب وايها الموالي لنظام العسكر ان نظامك غالق الحدود. من بين الاسباب اللي غالق الحدود خايف الجزائريين ينخلعوا في شبكه الطرق، ينبهروا في شبكه الطرق وجوده الخدمات الموجوده على مستوى الطريق السيار اللي في المغرب. نعم، لان نظام العسكر ما باغيش تفتح الحدود باش ما تنكشفش الفضيحه والاله بروباغندا تاعها تتكسر ويكتشف الجزائريين الحقيقه. نعم، هذه هي الحقيقه التي يخفيها عليك نظام العسكر، واللي بسببها يخلي الحدود مغلوقه باش الناس ما تشوفش بعينيها، باش الناس ما تسافرش مثلا من وهران ومن الجزائر ومن سطيف يجوا بالسياره ويفوتوا الوجده ويروحوا من وجده الى غايه اكادير. يعني عندك طريق سيار من وجده الى الرباط، الدار البيضاء، تقدر تمشي لطنجه وتطوان وتقدر تهبط الى مراكش الى غايه اكادير طريق سيار. محطات استراحه على اعلى طراز، خدمات جوده عاليه جدا، طريق سيار كله كاميرات، كل يعني وما كان لا باراجات في وسط طريق السيار لا والو كانش اللي يوقف لك ويوقفك في الطريق تقول باللي ما كانش اللي راه يعس في هذه البلاد. نعم، هذه هي الحقيقه نتاع المغرب، هذه هي الحقيقه اللي نظام العسكر ما يبغيكش تشوفها، ويطلق هذاك ذباب العسكر يقعد يغالط. ولكن ذباب العسكر انا شخصيا مانيش نفتخر، ما عنده ما يقدر يدير معايا والو، لان يتم حذف اليا ما يتم كتبه. غيظوني مساكين هذوك اللي يكتبوا بزاف، هذوك اللي يقعدوا يكتبوا بزاف مساكين، ومن بعد 3-5 ثواني يتم حذف داك الشيء بشكل اوتوماتيك. يعني ما تقدروش بكل صراحه. يعني لا بروباغندا تاعكم الاكاديمي تاعكم فشلت. هذه هي الاسباب اللي ما يخليش نظام العسكر يحل الحدود امام الجزائريين. اذا هذه انا بالنسبه لي انوغيراسيون نتاع، يعني تدشين نتاع مقطع 84 كيلومتر بعد من 2011 وداروا برونغاسيون 2004، يعني بعد يعني شغل قريب 10 سنين باش كملوا هذا لو ترونسون تاع 84 كيلومتر. هذا ستان غران ايشيك، فشل كبير لهذا النظام، فشل كبير لنظام العسكر. انت فاشل، انت فشلت. ما قدرتش في 60 سنه وانت تحكم، ما قدرتش تكون في البلاد شركات وطنيه اللي تبني الطرق واللي تروح تبني في الدول. عندك واحد الكونتينون، واحد القاره كلها شونتي، لكنك فاشل. على العكس من ذلك الحكم الراشد والدوله العريقه التي اعتز بان نقيم فيها ونعيش فيها، المغرب. اليوم تم تدشين جسر عملاق، جسر رائع بعاصمه الكوت ديفوار ابيجان، واللي بناته شركه مارتشيكا ماد، شركه مغربيه هي اللي بنات هذا الجسر. نخليكم مع هذه التحفه او يعني الانجاز هذا كما راكم غادي تشوفوا في هذا
Le pont de Cocody s'étend sur Cocody. 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres de largeur. Ce qui fait l'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 haubans, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ce géant pylône réalisé en béton blanc et qui culmine à 108 mètres de hauteur. Ces deux jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles. Ils sont des câbles anti-foudre qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces piliers-là qui supportent donc les câbles. C'est le banc que vous voyez contient chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Treichville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans ce même sens, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Le pont de Cocody est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard de Gaulle. Il sert d'embranchement entre l'ouvrage principal, le boulevard Lagunaire, et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody. القنطرة هذه بكوت ديفوار من إنجاز شركة مغربية. Les échanges entre Cocody Saint-Jean. احنا في الجزائر يجوا شنوا يبنوا لنا. Il maintient les voies entre Cocody Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur donne un accès à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la Corniche. Cet échangeur proche de la PISAM n'a pas modifié les anciennes voies de dessert. راكم شفتوا هاد المنشأة الفنية الرائعة اللي تم تدشينها اليوم، وهنا نخليكم مع صور تدشينها من طرف الرئيس الإيفواري الحسن وترا. كما راكم غادي تشوفوا هاد الصور، هاد المنشأة الفنية اللي بناوها المغاربة، بناتها شركة مغربية. هما يروحوا يجيبوا شنوا، كان اتحاد مغاربي، كنا متفاهمين مع خوتنا المغاربة يساهموا في دفع نحو تأسيس شركات قوية جزائرية وينقلوا التجربة نتاعهم، ما نجيبوا لا شنوا ولا والو. لكن نظام العسكر العميل واللي عنده العقدة من البراني والعقدة من الأجنبي. هذه هي صورة تدشين جسر الحسن وترا inauguré le 12 août 2023 par le président Al Hassan Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.